ألم أسفل الظهر أكتر مشكلة بتجيلنا في العيادة على الإطلاق. أغلب الناس بيعانوا من ألم أسفل الظهر. يجي لك شخص يقول لك والله أنا طول اليوم قاعد ما بعملش أي حاجة وظهري بيوجعني، ويجي لك الرياضي اللي بيلعب في الجيم وبيقوي عضلاته وبيعمل كل التمارين وبرضه يقول لك ظهره بيوجعه. فالنهارده إن شاء الله هعرفك أهم 3 أسباب بتسبب ألم أسفل الظهر والناس ما بتكونش عارفة إن هي دي الأسباب أصلا، وهعرفك أهم التمارين العلاجية اللي هتعملها وتنهي الألم ده وتمنعه إن هو يرجع تاني إن شاء الله. أكبر سبب خفي وهو السبب الأكبر في ألم أسفل الظهر اللي بيجي لنا العيادات وهو الجلوس لفترات طويلة. يعني يجي لك شخص يقول لك ده أنا طول اليوم قاعد ما بعملش حاجة، فتيجي تقول له بتقعد قد إيه؟ يقول لك والله ده أنا محاسب طبيعة شغلي إن أنا بقعد بال8 ساعات، أو يقول لك أنا سواق طول اليوم بسوق على الطريق. فالقعدة الكتير دي هي من أكتر الأسباب اللي تسبب مشكلة أسفل الظهر أصلا، لأن أنت بتحط وضعك الجسم بتاعك في وضع الانحناء، الغضروف بيطلع يبص لبره يبدأ يضغط على القناة الشوكية فيبدأ يسبب ألم ويسبب التهابات. وطبعا كنا عاملين فيديو كامل عن الانزلاق الغضروفي القطني، فهتلاقي الفيديو تحت في الديسكريبشن لو انت بتشك في الموضوع ده. تمام. وكذلك طبعا الوقوف لفترات طويله برضه هيسبب لك الم اسفل الظهر، وخصوصا لو انت الكور ستابيليتي، لو عضلات اللي بتثبت الظهر عندك ضعيفه وما بتعملش تمارين، فالوقوف لفترات طويله برضه هيسبب لك الم اسفل الظهر. فانت محتاج كل نص ساعه تبدا تغير الوضع بتاعك. تمام. يعني لو طبيعه شغلك ان انت بتقعد لفترات طويله، فانت كل نص ساعه كده تبقى ظابط تايمر، تقوم تشرب كوبايه ميه، تقوم تجيب حاجه، تقوم تعمل اطالات او تعمل التمارين اللي انا هقول لك عليها دي. طول ما انت كل نص ساعه بتغير وضع جسمك، فده كده مش هيخلي الالم يرجع لك تاني بسهوله. فالعلاج الاول للقعده الطويله او الوقفه الطويله انك تغير وضع جسمك باستمرار، ما تفضلش في الوضع ده لمده 8 ساعات متواصله، لا خليها كل نص ساعه تقوم دقيقه كده على السريع وترجع تقعد تاني تتابع شغلك وهكذا. اكتر تاني سبب بشوفه باستمرار في العياده هو المجهود العنيف او المجهود الشديد لفترات طويله، يعني بتكرره باستمرار، وده خاصه بشوفه مع الامهات مع ربات البيوت، وخصوصا كمان لو هي شغاله. فبيجي لي ناس تبقى شغاله وتروح البيت تشتغل وشايله البيت كله على ظهرها، وتيجي تقول لك ده انا ظهري وجعني. ما هو طبيعي يوجعك، المجهود الكبير جدا المتواصل طول الوقت لازم يتعب ظهرك. فانت هتعملي ايه؟ بتقسمي مجهود البيت. يعني والله عايز اغسل، بدل ما بتغسلي كل يوم ويوم، لا جمعي واغسلي مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع وهكذا. كل حاجه تقدري تقسميها قسميها، لان انت اصلا طول ما انت بتعملي الحاجات دي باستمرار وشايله البيت كله على كتفك، ولما ظهرك يوجعك وتيجي تقولي والله انا تعبانه مش قادره، كده انت هتبان ان انت اصلا مقصره في حق البيت، وهيبدا يحصل مشاكل وخناقات، ولا انت ما بتعمليش زي الاول، ولا انت كذا. فانت من الاول تعوديهم في البيت ان انا والله بغسل كذا وكذا، بنروق كذا وكذا وهكذا، في ايام معينه متثبته تكون في مجهود. طبعا هيبقى في مجهود بس هيكون اخف بكتير من اللي انا بشوفه من الامهات بتعمله. انا بشوف حاجات مجنونه وتيجي تقول لك ما ده الطبيعي بتاعي، لا الطبيعي بتاعك ده هيتعب اي حد في الدنيا لو بيعمله باستمرار. ولما تعملي مجهود في البيت وظهرك يبدا يوجعك، فاعملي كمادات ميه سخنه على اسفل الظهر دي. تمام. وادهني اي مرهم واعملي التمارين اللي هقولها في اخر الفيديو، والدنيا هتتحسن معاك بسرعه جدا ان شاء الله. وكذلك لو انت ساعدت صاحبك او كنت بتشيل حاجه في البيت حاجه تقيله وظهرك وجعك، برضو اعمل كمادات ميه سخنه على اسفل الظهر، ادهن مرهم، اعمل التمارين اللي احنا هنقولها دي وهتظبط لك الدنيا ان شاء الله. السبب الثالث الخفي اللي كل الناس بتستغربه، لما يجي لك شخص يقول لك والله انا طول اليوم ما بعملش ولا قاعد، انا طول اليوم نايم، انا ما بعملش اي حاجه. فكثره النوم وقله الحركه وقله النشاط من اكتر الاسباب برضو اللي هتوجع لك ظهرك، لان انت ما بتشغلش العضلات بتاعتك. العضلات بتاعت ظهرك والكور ستابيليتي عموما هتبدا تضعف، فمش هيشيلك، ظهرك هيبقى عامل زي الميه، ظهرك هيبقى سايب، فهيوجعك طبيعي جدا هيوجعك. فانت برضو في الحاله دي محتاج تمارس تمارين، تعمل رياضه، تنزل جيم، اعمل التمارين اللي انا اقول لك عليها في اخر الفيديو. الحاجات دي كلها هتفرق معاك. وكثره النوم دي حاجه مفسده وبتضيع وقتك وبتضيع حياتك على الفاضي، فمحتاج تمارس رياضه ومحتاج تبدا تتحرك عشان جسمك يبدا يفوق معاك. طيب دلوقتي عرفت اهم 3 اسباب لالم اسفل الظهر. دلوقتي بقى عندك الالم ده تعمل ايه؟ اول حاجه تعملها انك تعمل كمادات ميه سخنه لمده 10 دقائق على الالم ده. تمام. وتدهن اي مرهم عندك وتعمل التمارين اللي اقول لك عليها دي. هتقوي الكور ستابيليتي، هتقوي عضلات اسفل الظهر. تمام. وهتقوي عضلات البطن. هو عباره عن صندوق ليه جوانب من قدام ومن ورا ومن اليمين والشمال، فهنقوي جميع الجوانب دي والدنيا هتبقى تمام معاك ان شاء الله. ماشي. طيب نبدا بالظهر. هتنام على ظهرك. اول تمرين هنبدا بيه تبقى نايم على ظهرك، وتاني رجلك الاتنين كده، وتبدا ترفع وسطك لفوق وتريح. بريدجنج اكسرسايز هتعمله
10 عدات وتريح نص دقيقة، 10 عدات وتريح نص دقيقة، 10 عدات كمان. تمام؟ لقيت الموضوع سهل بالنسبة لك، فبدل النص دقيقة دي ممكن تخلي الراحة 10 ثواني بس، وبدل 10 عدات ممكن تخليهم 15، يبقى أحسن وأحسن. بعد كده ممكن تبقى تحط وزن هنا، ترفع بوزن، يبقى أحسن وأحسن وأحسن. تمام؟ ده كده أول تمرين، هنعمله 30 عدة، مرة الصبح ومرة بالليل. ماشي؟ تاني تمرين وهو الكلام شيل. هتبقى نايم كده على جنبك، وتاني رجلك الاتنين زاوية 45 درجة، ونايم على جنبك كويس، مش نص نومة كده، لا نايم على جنبك كده كويس، وركبتك هي اللي بتفتح وبتنزل، يقوي عضلات الجلوتيوس ميدياس. برضو نفس الكلام، 10 وتريح، 10 وتريح، 10 كمان. هتعمل الجنب اليمين والجنب الشمال، والتمارين دي يفضل تعملها مرة الصبح ومرة بالليل. تمام؟ يبقى كده قوينا، هنقوي اليمين وهنقوي الشمال، وقوينا الظهر. عايزين اسفل البطن، اسفل البطن هتبقى نايم على ظهرك كده، حط ايدك الاتنين تحتك، وترفع رجلك الاتنين في الهواء، واعمل مقص كده 10 عدات. تمام؟ 10 وتريح شوية، 10 وتريح شوية، 10 كمان. عايز اشكال مختلفة بعد كده ما تيجي تطور من الموضوع، ممكن تعمل بايسكلينج، ممكن برجلك الاتنين ترفعهم وتنزل، وده اصعبهم اصلا. تمام؟ الحاجات دي كلها 10 10 10 كده، قوينا جميع الجوانب. التمارين دي هتفرق معاك بشكل كبير جدا، وهتدعي لي ان شاء الله لو عملتها، وهتنهي معاك الم اسفل الظهر ده نهائيا باذن الله. بس وبكده يكون فيديو النهارده خلص. نشوفكم يوم الخميس الجاي في فيديو قوي جدا عن رمضان، هنعرفكم كل تفاصيل بقى رمضان، ازاي تاكل في رمضان، ازاي تتمرن في رمضان، ازاي تخس، ازاي تنشف، ازاي تضخم، هنعرفكم كل التفاصيل ان شاء الله. بس نشوفكم يوم الخميس الجاي الساعه 6 على خير. فتنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد اول ما انزله. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام عليكم.